الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أيها الإخوة في الله، أخرج الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فإذا طال العمر وحسن العمل كان صاحب ذلك العمر الطويل خير الناس، لأن المؤمن عمره لا يزيده إلا خيرا، كلما تقدم في العمر كلما ازداد خيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله. إنه إذا مات انقطع عمله، ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فهذا شأن المؤمن، أنه كلما تقدم به العمر كلما ازداد خيرا. أما أن يكون حاله والعياذ بالله أنه كلما تقدم في العمر ازداد سوءا أو ساء عمله أو عمل السيئات بعد أن كان مجتنبا لها، فهذا دليل خذلان العبد. فشأن المؤمن أنه ينتفع بحياته، حياته تقربه من الله سبحانه وتعالى، لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فالمؤمن ما دام باقيا يستغل حياته ويستغل أوقاته، يستغل هذا العمر فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في سنن الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن حديثا، بقبر جديد، فوقف عليه وقال: والله لركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، أي من النوافل التي هي في أعينكم حقيرة يسيرة. والله لركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. هذا الذي مات لو يقدر على ركعتين خفيفتين من النوافل التي يتساهل بها كثير من الناس، لو يقدر على ذلك لكان أحب إليه مما بقي من الدنيا. إذن ما دام الأمر كذلك فالمؤمن يستغل حياته بطاعة الله سبحانه. وما أحسن ما قاله الإمام البخاري رحمه الله في شعر له ولم يؤثر عنه من الشعر إلا القليل،
قال اغتنم في الحياة فضل ركوع. اغتنم الركوع، اغتنم في الحياة فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح مات من غير علة ذهبت نفسه الصحيحة فلته. ذهبت ولم يكن يتوقع. فخير الناس من طال عمره وحسن عمله. كلما تقدم به العمر كلما زاد قربا من الله، كلما تقدم به العمر كلما ازداد طاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا خير الناس، ولا سيما والعمر يمضي سريعا، قد لا تنتبه إلا وأنت كبير في السن، لا تنتبه إلا وقد انقضى العمر، قد صرت من الموتى، فهنالك تندم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. فسر تقارب الزمان في رواية الإمام أحمد قال: فتكون السنة كشهر، والشهر كجمعة أي كأسبوع، والجمعة كيوم، واليوم كساعة، والساعة كاحتراق السعفة، سعفة النخيل. فلا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فيمضي العمر، تمضي السنة على الإنسان كأنما مضى شهر واحد فقط، يمضي الشهر كأنما مضى أسبوع. ما الحصيلة التي عملها الإنسان في حياته وقدمها بين يدي لقاء الله سبحانه وتعالى؟ على الإنسان أن يحاسب نفسه في ذلك، وأن يسعى فيما يقرب إلى الله تعالى. في كتاب الحلية لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله عن الربيع ابن خثيم، وهو من كبار التابعين وكان من الزهاد العباد، كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا رآه قال: والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، لما يرى من الخير عنده. كان مجتهدا في العبادة، مجتهدا في الصلاة، في الصيام، في طلب العلم، في ذكر الله. فقالوا له: أتعبت نفسك، أتعبت نفسك. فقال رحمه الله كلمته المشهورة، قال: راحتها أريد، راحتها أريد، أنا أتعبها اليوم لترتاح غدا، أتعبها في هذه الدنيا لترتاح في الدار الآخرة. فالإنسان يستغل حياته، لا يرضى أن يضيع عمره بدون فائدة. ينبغي أن يحاسب نفسه في كل يوم: ماذا قدم؟ ماذا فعل؟ هل ما عمله في يومه يقربه إلى الله تعالى وإلى الجنة أو يبعده من الله تعالى ومن الجنة؟ هل ما عمله في يومه سبب في نجاته ونيله النعيم أو هو سبب في عذابه؟ على الإنسان أن يحاسب نفسه، فإن الإنسان أمده الله تعالى بالحياة ليقطع عنه العذر، ليقيم عليه الحجة. قال الله تعالى عن أهل النار: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور.
وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أخرجنا من النار نعمل الصالحات. قال الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم، ألم نمدكم بأعمار، بحياة لتعملوا الصالحات فيها؟ جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. أعذر الله إلى امرئ، أي لم يترك له عذرا يعتذر به يوم القيامة، ما بقي له عذر يعتذر به إذا أمهله 60 سنة ثم خسر. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. ولا تظن 60 كثير، والله إنها تمضي سريعا. اعتبر بما مضى من عمره، انظر كم مضى من عمره، مضى 20، مضى 30، مضى 40، الباقي سيمضي كهذه السنين. كما مضت هذه السنين بسرعة وكأنك لم تشعر بها، فالباقي من حياتك سيمضي كذلك. والسعيد من اعتبر وتذكر ما مضى من حياته ليتدارك ما بقي منها. فخير الناس من طال عمره وحسن عمله. تدري أن من الناس من يأتي بالحسنات العظيمة يوم القيامة يكون منزله كمنازل النجوم، يتراءى الناس منزله ومكانته في الجنة كما نرى النجوم في الدنيا لرفعتها بالأعمال الصالحة بعد فضل الله تعالى وتوفيقه. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في المشرق أو المغرب. بعيد كما تنظرون إلى النجوم يكون منزل أحدهم منزل بعض المؤمنين ومسكنه مثل ما نرى النجوم في الدنيا، منزل عالي عظيم. قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد سواهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا وصدقوا المرسلين، أي أناس من المؤمنين سيبلغون هذه المنازل. استغلوا هذه الأعمار، استغلوا هذه الحياة وهذه الأوقات، لم تضع عليهم بدون فائدة. فيا أيها المؤمن استغل حياتك، اعلم أن الله تعالى أمدك بهذه الحياة لتعمرها بطاعة الله. أنت عندك بيت، أرأيت الذي يبني بيتا كم يتعب؟ بعض الناس ترى يتغرب عن بلده ويصبر في بلاد الغربة، يتحمل المشاق والبعد عنه. لماذا؟ قالوا: يبني بيتا. أنت الآن تبني بيت، سيأتي بيت هناك ينتظرك تسكنه سكن دائم. هل تبنيه بناء صحيحا؟ هل تبنيه بناء حقا؟ فطوبى لمن بنى داره قبل أن يسكنه. داره في الآخرة يبنيه قبل أن يسكنه. فما دام كذلك استغل ما أنت فيه، استغل هذه الحياة، عمر حياتك بطاعة الله، لا تضيع. اطلب العلم، اقرأ القرآن، أكثر من ذكر الله، أكثر من الصلاة، من الصدقة، من الاستغفار، من فعل الخيرات، من معاونة المحتاج، من ذكر الله وتهليله وتوحيده والتعبد له بذلك، بحيث تعمر هذه الحياة بطاعة الله. فإذا عمرت هذه الحياة بطاعة الله فأنت رابح. وإذا فاتت
تخسر. والله إن الحياة تنقضي سريعا، والتفاوت في الدار التي لا زوال لها ولا انقضاء، في الدار الآخرة التي يرى الإنسان فيها ثمرة عمله الصالح، يرفعه الله تعالى به درجات، ينجيه الله تعالى. في الدنيا هذه اختبار وابتلاء، فخير الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من طال عمره وحسن عمله. طال العمر وحسن العمل، فاحرص أنك ممن تحسن العمل، حتى إذا لقيت الله تعالى لقيته على خير، لقيته وقد بذلت ما تستطيع أن تبذله، لا تندم. مع أن الإنسان جبل على التقصير، وإلا من منا مستعد الآن أن يلقى الله جل وعلا؟ هل نعلم نحن جميعا أن الله تعالى راض عنا؟ هل نعلم أن الله تعالى سيكرمنا؟ والله لا نأمن أن نخرج من هذا المسجد أو نبقى في أحياء. فما دام كذلك فالإنسان يسعى في رضا الله، لا يدري متى ينتقل إلى الله فيكون الله تعالى راضيا عنه، متى انتقل إليه كان راضيا عنه. وليعمر هذه الحياة بالطاعة. رب عمل يسير يرفعك الله به، الركعتان الخفيفتان من النوافل التي سبق في الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا يتيسر لهذا الميت مثل هاتين الركعتين أحب إليه من بقية دنياكم، لأنه قد انقطع عمله، فيتمنى ركعتين أحب إليه من كل الدنيا. فما دمنا كذلك فلنستغل هذه الحياة في طاعة الله. جاء في أثر جيد لسليمان التيمي رحمه الله، سليمان بن طرخان التيمي من التابعين الزهاد الثقات، كما في كتاب محاسبة النفس لابن أبي الدنيا رحمه الله. قال سليمان التيمي: مثلت نفسي فإذا هي في النار. أن يقول تخيلت أو مثلت لنفسي كأنها قد دخلت النار، فقلت لها وهي في النار: يا نفس، ما هي أمنيتك؟ ما هي الأمنية وقد وقعت في النار؟ قالت: أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا وأتوب. هذه الأمنية. قال: فقلت لها: يا نفس، أنت الآن في الأمنية، أنت الآن تعيشين في هذه الأمنية التي ستتمنينها إذا صرت في النار. فنحن الآن في الأمنية. كم ذكر الله أماني الكفار؟ كثير جدا، يتمنون يوم القيامة أن يردوا إلى الدنيا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. كم هي الأماني التي ذكرها الله تعالى عن المجرمين وعن الكافرين أنهم يتمنونها إذا دخلوا النار، يتمنون أمنية واحدة الرجوع إلى الدنيا. نحن الآن نعيش في هذا المكان الذي يتمنى الموت أن يرجعوا إليه. فقبل أن تكون أماني لا نستطيع إدراكها، قبل أن تكون مجرد أمنيات لا نستطيع الوصول إليها، نستغل هذه الحياة بطاعة الله بما يقربنا إلى الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تنظر نفس ماذا قدمت لغد، ماذا قدمت للقاء الله سبحانه وتعالى. نحن والله محتاجون أن نذكر أنفسنا وأن نستعين بالله تعالى وأن نسأل الله تعالى العون والتوفيق على أن يعيننا على استغلال هذه الحياة في طاعته. فإن الإنسان قد ينشط وقد يفتر، قد يأتي نشاط ثم قد يكسل ويفتر.
قد يتذكر أحيانا وقد يغفل أحيانا، فهو محتاج أن يذكر نفسه بلقاء الله تعالى، وبأن الله سبحانه وتعالى إذا رضي عنه صلح له كل شيء، وبأنه كلما ازداد خيرا في هذه الحياة كان خير الناس، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله. اي والله، مؤمن كلما تقدم بالحياة يزداد طاعة لله، يزداد قرب من الله. أما إنسان والعياذ بالله كلما تقدم بالعمر يرجع إلى الوراء، يفتر، يتقهقر، يضعف عن الطاعة، فنسأل الله العافية. هذا السعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يستعيذ بالله من الحور بعد الكور، أي من التأخر بعد التقدم. فالإنسان يستعين الله تعالى ويعمر هذه الحياة بطاعة الله، عسى أنه ينجو يوم لقاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.